اليوم جيت باش نفرقوا ما بين جوج منتوجين اللي هما ولاو معروفين بزاف. اللبن اللي داخل في التقاليد ديالنا وكنشربوه نهار الجمعه ومهم بزاف للصحه ديالنا، والكفير اللي دخل المائده المغربيه اللي جاي من دوله القوقاز. شنو الفرق بيناتهم وشنو هما المزايا الصحيه ديالهم بجوج؟ اللبن هو تخمر لبني ديال الحليب. الحليب من الافضل يكون كامل الدسم، الا بقى الحليب بالزبده ديالو اللبن تيكون افضل. اللبن تيديروا ليه التخمر بالبكتيريات اللبنيه، بقى فيه شي شويه ديال اللاكتوز، التنوع الميكروبيولوجي تيكون ناقص. علاش؟ حيت فيه غير بكتيريات لبنيه. مصدر للكالسيوم، مصدر للبروتينات، بكتيريا لبنيه اللي كتنقص ليا من حمض الفيتيك مضاد التغذيه اللي تيكون في الحبوب. داكشي علاش كنضربوا اللبن مع كسكسو باش نقصوا حمض الفيتيك اللي كاين في كسكسو ونستافدوا من المعادن. جيب ليا الكفير اللي جا جديد وماشي في الثقافه ديالنا. الكفير التخمر ديالو تيكون لمده اطول، تمشي من 22 حتى 24 ساعه. بكتيريا لبنيه وخمائر لبنيه على شكل حبوب. الكفير اللي شنو كيديروا؟ كيعيشوا بعضياتهم اون سامبيوز، تيتعايشوا بحال المغاربه وتيفككوا ليا السكر الحليبي اللاكتوز وكيكونوا ليا مركبات صحيه. هذا يقدر تكون فيه نسبه ديال الكحول كتراوح من 0.5% حتى ل 2%، وهذا تتكون فيه نسبه قليله جدا من اللاكتوز. تنوع الميكروبيولوجي ولا البكتيري تيكون في هذا اكثر من هذا ولا هذا. بجوجهم صحيين، بجوجهم يعاونوني في الجهاز الهضمي ويعطوني دي بروبيوتيك ولا ميكروبات نافعه ولا بكتيريا نافعه. بارطاجي لي هذه المعلومه مع اصحابك واكي عور.